طبعا احنا يعني فرحين بهذا المشفى كونه منطقة الحسكة بعيدة عنا، والحمد لله على الكوادر والعمل الكويس به. قبل هالمشفى عروها الحسكة. بتكاليف الجور طبعا السيارة ما تكون معنا 30,000 35,000 سيارة. طبعا المشفى هنا مشفى الشدادي الحمد لله رب العالمين، يعني الله اكرمنا بافتتاح هذا المشفى هنا. طبعا سابقا بالمنطقه الجنوبيه بالحسكه بشكل عام ما بها اي مشفى لا حكومي ولا خاص. يعني الاهالي اللي مثلا لا سمح الله اللي يصيبوا حادث شغله بده يتعنى على الحسكه يضرب مسافه 60 كيلومتر لحتى يوصل هناك. اليوم لا، المشفى غريب، المشفى يتوسط المنطقه، يعني صاير بمنطقه بين ال 47 ابو خشب الصور الدشيشه والشداديه العريشه، يعني يخدم المنطقه هاي بشكل عام. طبعا حاليا المشفى يبين بسيط، يعني ما باقسام اسعاف ومخبر واشعه، يعني مشفى اولي. اما كبدايه جيد، ونتمنى انه بالايام القادمه تتفعل كافه الاقسام، سواء داخليه، اطفال، نسائيه، قلبيه، الى ما هنالك، كل الاقسام بشكل عام. ليش؟ منطقتنا واسعه جدا وتحتاج تحتاج صراحه الوجود المشفى والوجود الاقسام هاي. نتمنى انه من هيئه الصحه بالايام القادمه انها تفتتح المشفى بشكل رسمي بشكل نظامي، تزود كل الاقسام بالمعدات وبالاطباء. بعد افتتاح المشفى تم بدء استقبال المرضى في المشفى. طبعا المشفى يقتصر حاليا على قسم الاسعاف، على مناوبات 24 ساعه وطبيب مناوب في المشفى. ايضا قسم الولادات الطبيعيه، وتم استقبال اول حاله ولاده في الامس. ايضا قسم المخبر تم تفعيله. نفتقر الى قسم الاشعه حقيقه. هناك وعود من هيئه الصحه في اقليم الجزيره على ارسال جهاز الاشعه كاملا في الوقت القريب ان شاء الله. المشفى بحاجه الى امور كثيره حاليا حقيقه. في المضمون نستطيع ان نسميها مركز صحي في الكادر الطبي الموجود والأجهزة القليلة الموجودة. نفتقر إلى أمور كثيرة حقيقة في المشفى. هناك نقص في الأدوية الإسعافية أيضا. الصيدلية موجودة فقط إسعافات أولية، أيضا لا توجد أدوية فموية. نفتقر ونناشد أيضا المنظمات الإنسانية بتبني مشفى الشعب في الشدادي. حقيقة كما ذكرنا أيضا في التقرير السابق، حوالي 350 ألف عائلة في جنوب الحسكة، شدادي والهول والعريشة ومرقدة تعاني من الواقع الصحي الموجود في المنطقة. فنحن كجهود شخصية أيضا هناك تواصل مع منظمات كثيرة في هذا الصدد، ولكن دون أي استجابة من المنظمات الدولية التي تعمل في شمال وشرق سوريا. فأسوة بالمناطق الأخرى في إقليم دير الزور وإقليم الرقة، أيضا نطالب نحن في جنوب الحسكة إرسال منظمات مساعدات لتبني مشفى الشعب في الشدادي. أيضا قسم العمليات الجراحية هو بحاجة إلى تفعيل مبنى جاهز كامل، كترميم، كبناء، كغرف، كله جاهز تحت الخدمة، ولكن لا توجد أجهزة ولا توجد كوادر طبية في المشفى. فمثل ما ذكرنا هو عبارة عن مركز صحي فقط لا غير. وإن شاء الله في المستقبل القريب سيكون هناك دعم إن شاء الله، إن كان من الإدارة الذاتية أو من المنظمات الإنسانية. حسكة معانا 20,000 وإجت السيارة 60 70 ولما تيجي صندوق خضر بالملك.